اليابان بلد طول عمرها بتلفت أنظار العالم كله، مش بس عشان التكنولوجيا المطورة والعادات الغريبة، لكن كمان بسبب التغيرات السكنية اللي بتحصل فيها. في الفيديو ده هنتكلم عن أسباب وراء انخفاض عدد الذكور في اليابان، وليه عدد النساء والبنات بقى أكتر من عدد الرجال والشباب، وهنحاول نفهم التأثير على المجتمع الياباني. اليابان بقت واحدة من الدول اللي فيها مشكلة سكنية كبيرة، وهي انخفاض عدد الذكور. الشباب الياباني دلوقتي مش زي زمان، نسبة الجواز بينهم بقت قليلة جدا، وده بيأثر بشكل مباشر على عدد الرجال في المجتمع. اليابانيين بقى عندهم توجه أكبر ناحية العمل والحياة العملية بدل التركيز على تكوين عيلة، وده عامل رئيسي في قلة الذكور. الشباب الياباني عندهم اهتمام كبير بالشغل، وده بيأثر بشكل واضح على قراراتهم في الحياة الشخصية. ناس كتير بقت تفضل تركز على الشغل والتطوير المهني بدل الجواز وتكوين أسرة، وده مع مرور الوقت خلى فيه انخفاض كبير في عدد الجوازات. من العادات الغريبة في اليابان إن العائلات بتتوقع إن الجواز يكون مرتب ما بين العيلتين، لكن الجيل الجديد مش مهتم بالعادات دي، وده عمل تاني بيزود مشكلة قلة الجواز. كمان في ضغط على الرجال عشان يثبتوا نفسهم ماديا، وده بيخليهم يأجلوا قرار الجواز أو يتجنبوه تماما. اليابان دولة متقدمة تكنولوجيا، وده ليه تأثير كبير على الحياة الاجتماعية. انتشار التكنولوجيا والتطبيقات المتخصصة للترفيه والعلاقات بقى ليها دور في تقليل التفاعل البشري الواقعي. التكنولوجيا بقت بديل للتواصل الحقيقي، وده خلى فيه عزلة أكتر ما بين الشباب. من أكبر التحديات اللي بتواجه اليابان هو معدل الولادة المنخفض. اليابانيين بقى عندهم وعي أكبر بأهمية تحديد النسل، وده خلى فيه قلة في عدد الأطفال، وبالتالي فيه قلة في عدد الذكور. الحكومة اليابانية بقت بتحاول تشجع الناس على الجواز والإنجاب، لكن لحد دلوقتي المشكلة لسه موجودة. مع قلة عدد الذكور الطبيعية إن نسبة الأناثات تزيد في المجتمع. البنات والستات بقى عندهم فرص أكبر في التعليم والشغل، وده خليهم أكتر استقراراً من الناحية المادية والاجتماعية. لكن برضو الزيادة الكبيرة في عدد الأناثات عن عدد الرجال بتخلق تحديات جديدة للمجتمع الياباني. الفرق في عدد الذكور والأناثات بدأ يأثر بشكل كبير على العلاقات في اليابان. ناس كتير بقت تعتمد على التطبيقات المواعدة عشان تلاقي شريك، بس للأسف التكنولوجيا مش بتحل المشكلة الاجتماعية دي، واللي بيزود العزلة ما بين الناس واللي بيخلي العلاقات صعبة جدا. الحكومة اليابانية بدأت تاخد خطوات عشان تواجه المشكلة دي. في برامج جديدة تتعمل عشان تشجع الشباب على الجواز، وكمان في دعم مالي للعائلات اللي بتكون عندها أطفال، لكن لسه المشكلة عايزة وقت عشان تتحل تماما. لو كنت بتفكر تزور اليابان هتلاحظ حاجات كتير غريبة جدا في المجتمع الياباني، خصوصا الفرق الواضح ما بين عدد الذكور والأناثات. اليابان دولة مدهشة، بس التحديات الاجتماعية اللي بتواجهها زي انخفاض عدد الذكور وزيادة عدد الأناثات بتخليها أغرب بلد في العالم. شكرا لكم.